السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. مسلسلات رمضان بالنسبة لمسلسل حكيم باشا وفهد البطل، الاتنين بيدرسوا نفس الموضوع، بيقدموا نفس الموضوع، وفعلا ده اللي بيحصل في الواقع، وهو ده اللي بيحصل حقيقي بين البشر، لأن ده الوضع العام في الوقت الحالي. بيعملوا ايه أو قدموا ايه؟ قدموا فعلا نفس الوضع، إن دوت المال خلاه يعمل ايه. يعني الاتنين هما نفس السبب الاساسي في الكره والعدوان بين الاهل، هو المال. هو المال، وبالذات لما يكون المال كتير، وبالذات لما يكون المال عمى قلوب الناس، طمع قلوب البشر. هما الاتنين وصلوا نفس الطريقة ونفس الحقيقة، ان دوت قتل اخوه وقتل عياله وبهدل عياله عشان خاطر المال، حتى قتل ابوه عشان خاطر المال، والتاني نفس القصة، قتلوا بعض عشان خاطر المال، والكره ملأ قلوبهم. هي دي فعلا المسلسلات تستحق ان احنا نكرمها، وابطالها الجمال اللي هم وقدموا لنا حاجة جميلة جدا، وحاجة فعلا بتقدم الواقع المرير اللي احنا بنشوفه، الواقع اللي بيحصل فعلا الايام دي، ان كله ورا الطمع، ورا الجاه، ورا المال، بيعمل اي حاجة. عندهم استعداد ان هم يضحوا باكبر، باحسن الناس عندهم، باغلى الناس عندهم، عشان يوصلوا للمال، ويوصلوا لحب الذات، ويوصلوا للطمع اللي هم عايزينه. بس في الاخر لا ينوبهم من ده ولا من ده، بسبب الشر اللي جواهم. فربنا قادر على كل شيء. كل سنة وانتم طيبين.